ازيكم يا دكاترة؟ الحمد لله. كنا حابين نتكلم عن الفيتامينات وازاي اخد الفيتامين السليم في الوضع والحالة الصحيحة. تمام. اول حاجة يا دكتور عز، دلوقتي انا بصحى تعبان وبحس ان انا عندي خمول في اول اليوم، ابدا تمام. استخدم ايه؟ ده غالبا بيبقى نقص فيتامين دي. لازم في الأول هتعمل تحليل، وبعد كده ممكن عادي نبدأ بالتركيز، يعني أقل تركيز ليه فيتامين دي اللي هو 2000 وحدة، وحدة دولية يعني. بناخد قرص بعد الغداء، تمام، لمدة مثلا أسبوع هتلاقي فيه تحسن. تمام. طيب لو أنت مثلا أصلا أنت بتاخد فيتامين دي وبتاخد كالسيوم طبيعي لان انت عندك نقص فيهم فتره طويله، فبيبقى الاحسن ان انت بتاخد حاجه اسمها كالدين سي كي، لان ده بيبقى فيه فيتامين كي 2. ده بيخلي او بيوجه الكالسيوم ان هو يمتص داخل العظام، انه هو ساعات بيروح يمتص في الاوعيه الدمويه، فبيعمل حاجه اسمها تصلب شرايين. فدي تمام. بتبقى مشكلته يعني. شكرا يا دكتور عز. دلوقتي يا دكتور احمد، انا مش عارف انام كويس وحاسس بوجع في عظم جسمي كله. جميل. هو طبعا بالنسبه للكرامبس ووجع العضلات، بالذات لو انا بروح جيم او انا مش بعرف من يفضل بستخدم المغنيسيوم، لان الكرامبس دي بتيجي من نقص المغنيسيوم. وفي من المنتجات الكويسه اللي موجوده في الصيدليه دلوقتي اللي هو ليميتلس مغنيسيوم. ده الماده الفعاله مغنيسيوم باي جلايسينيت 150 مللي جرام. ففي نفس الوقت يبقى غذاء للعضلات ما يجيليش كرامبس، في نفس الوقت اساعد على النوم وارتخاء الجسم، بالذات لو انا عندي طول اليوم في مجهود عضلي. من المكملات الغذائيه كويسه، وده ميعاده بقى قبل ميعاد النوم بساعه او ساعتين. شكرا يا دكتور احمد. دلوقتي يا دكتور عز، انا بتعب بسرعة شوية وحاسس ان انا مناعتي ضعيفة، ممكن استخدم ايه؟ هو طبعا احسن حاجه بيبقى هو الزنك. تمام. الزنك ده من الحاجات الكويسه جدا، بتاخده قرص يعني بعد الفطار الصبح، بتمشي عليه فترة بيحسن معاك المناعة وبيرفع يعني قوة جسمك، بيحسن معاك البشرة، يعني دي فوائد كتيرة جدا يعني. تمام يا دكتور عز. دلوقتي يا دكتور احمد، لو تركيز ضعيف شوية احسن حاجة ايه؟ طبعا بالنسبه للتركيز او المجهود الذهني، من احسن الحاجات ان انا المكملات الغذائيه الاوميجا 3. وطبعا الاوميجا 3 ده بيتاخد يفضل بعد الوجبه الرئيسيه او وجبه يكون فيها دهون، عشان يسهل الامتصاص بتاعها. يعني افضل حاجه بعد الغداء. طيب اي اوميجا 3 اخده؟ لا، اللي يفضل الاوميجا 3 يكون مجموع الاي بي اي والدي اتش اي يكون اكتر من 2000، او ما يقلش عن 2000، لان لو انا قلت 2000 الجسم ما بيستفادش بيها. ببدا يبقى نسبه تحسن بسيط. من الاوميجا يبقى اوميجا 3 او زيت السمك يبقى المجموع 2000 مللي جرام. من البراندات الكويسه اللي موجوده الليميتلس اوميجا 3 ده فيها زيت سمك مجموعه 2000 مللي جرام، وباخده مره واحده بعد الغداء. شكرا يا دكتور احمد. لو انا بقى حاسس بخمول شديد طول اليوم